يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته. من ساعات قليله صرحت دوله السودان تصريح خطير، تصريح بدوره ممكن يقلب قضيه سد النهضه راسا على عقب. التصريح ده كان بخصوص اقليم بني شنقول، الارض اللي مبنيه عليها سد النهضه واللي امتلكتها اثيوبيا طبقا لاتفاقيه ومعاهده فيها شرط معين. موضوع خطير وموضوع مهم جدا، خليكم معانا عشان نعرف ايه التفاصيل. فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوته سوا. بعد تصريح دولة السودان بخصوص إقليم بني شنقول، أديس أبابا بدأت تتنصل من المعاهدات اللي تمت بينها وبين السودان، وخصوصا اتفاقية سنة 1902. الاتفاقية دي بس مش رسمت الحدود ما بين دولة السودان وإثيوبيا، لكن كانت السبب إن إقليم بني شنقول يكون تحت السيادة الإثيوبية، بشرط إن دولة إثيوبيا ما تقومش بأي مشاريع تعوق المياه على النيل الأزرق. وقالت السودان بما إن إثيوبيا ما التزمتش بالاتفاقيات أو الاتفاقية الخاصة بسنة 1902، بالتالي بالتبعية إقليم بني شنقول بتعود سيادته إلى دولة السودان، لأنه في الأساس كان جزء من الأراضي السودانية. موضوع مهم وخطير جدا، موضوع ممكن يقلب الأوضاع في المنطقة تماما. طب إيه حكاية إقليم بني شنقول ده؟ الإقليم اللي اسمه بني شنقول دلوقتي في أقاويل بتقول وحكاوي أصله من قبائل عربية هاجرت من زمان للنيل الأزرق، وفضلوا عايشين في المنطقة دي سنين كتير قوي، وتم التزاوج بينهم وبين بعض القبائل المحلية من الإقليم. وفي حكايات تانية بتقول إن دي كانت قبائل سودانية عايشة في المنطقة دي، لكن القبائل دي اضطرت إن هي تهرب أو تسيب الأرض لما قوات محمد علي باشا غزت المنطقة دي. ومع بداية الاحتلال البريطاني لمصر، اتبع الإنجليز سياسة اسمها سياسة المناطق المغلقة، كان هدفها عزل القبائل الوثنية في جنوب السودان وجنوب النيل الأزرق عن القبائل اللي بتتدين أو بتتبع الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، زي قبيلة بني شنقول. ووقتها ملك أثيوبيا منليك الثاني طمع في المنطقة أو في الإقليم لأنه كان معروف أنه غني جدا بالذهب. طب بعدين حصل إيه؟ بعد سقوط أم درمان في إيد الإنجليز وانتهاء الدولة المهدية، احتلت إثيوبيا مناطق زي فازو والروسيرس. وقتها الإنجليز انتبهوا للإقليم ووقعوا معاهدة أو اتفاقية مع أديس أبابا اسمها اتفاقية أديس أبابا سنة 1902 مع منليك الثاني ملك إثيوبيا. وجه نص المعاهدة كالتالي: تحتفظ إثيوبيا بإقليم بني شنقول بشرط ألا تقيم أي مشاريع على النيل الأزرق. مش بس كده، كمان المعاهدة رجعت مناطق للسودان زي القلبات والقضاريف. طيب شكل الحياة في إقليم بني شنقول بعد ضمه لإثيوبيا كان شكلها إيه؟ معظم سكان الإقليم بيتبعوا الديانة الإسلامية وبيتكلموا اللغة العربية، وفي كلام بيقول إن هم عاشوا فترات صعبة جدا بعد لما تم ضم الإقليم غصب لإثيوبيا. وحصلت أكتر من انتفاضة في الإقليم، أولها سنة 1930 لما سكان الإقليم طلبوا يرجعوا للسودان أو على الأقل يحصلوا على حكم ذاتي للإقليم، لكن للأسف الجيش الإثيوبي قمع كل المحاولات دي. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، إيه اللي حصل لما ابتدت إثيوبيا تبني أو تقيم سد النهضة في إقليم بني شنقول اللي احنا قلنا إنه أصلا كان تحت سيادة السودان؟ غضب جدا سكان الإقليم لما إثيوبيا ابتدت تبني سد النهضة هناك، خصوصا بعد لما تم تهجيرهم من القرى اللي عايشين فيها عشان الأراضي دي اتخذت لبناء السد. بعض السكان أخذوا تعويضات واتنقلوا لمناطق قريبة من المنطقة دي، والبعض التاني لسه عايشين لأن ما عندهمش مناطق ومش عايزين يدوهم تعويضات، وبيقولوا إن المناطق اللي هنروحها جديدة حتى لو حدونا التعويضات مش زي المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. وعشان أوضح لك يا صديقي ليه السودان دلوقتي رجعت تاني للاتفاقية، خليك معايا لآخر الحلقة. إقليم بني شنقول حاليا هو في قلب الصراع الإثيوبي السوداني، وده طبعا بسبب سد النهضة اللي بيعد أضخم مشروع مائي في القارة الأفريقية. نيجي بقى لأهمية إقليم بني شنقول الاستراتيجية. بيقع على النيل الأزرق اللي بيمثل 85% من مياه نهر النيل، وبناء سد النهضة في النقطة دي بيدي لإثيوبيا سيطرة شبه كاملة على مياه النيل اللي بتوصل للسودان وبالتالي بتوصل لمصر. ثروات طبيعية كتيرة جدا، بيقولوا إن هو غني بالذهب وبعض المعادن النفيسة كمان، وده كان أهم الأسباب اللي خلى الملك منليك الثاني ملك إثيوبيا يطمع في ضم الإقليم زمان. تاريخ سكان بني شنقول ليهم باع طويل جدا في التمرد والانتفاضة نظرا لتهميشهم من الحكومة الإثيوبية. نيجي بقى لأهم نقطة في حلقتنا النهاردة اللي قلت لكم عليها في البداية، وهي المشاكل اللي هتنتج عن بناء السد. ببناء السد يا صديقي هتبتدي كمية المية اللي بتيجي للسودان ومصر هتقل،
خصوصا في فترات الجفاف. معلومة أحب أقول لك عليها: مصر اعتمادها على المياه من النيل بنسبة 97%، وأي نقص في نسبة المياه أو كمية المياه اللي داخلة لمصر ممكن يؤدي لكوارث بيئية وزراعية وإنسانية، يعني ممكن يأثر على الحياة بشكل كبير جدا جدا، بشكل سلبي. النقطة الأهم في حلقتنا النهاردة يا صديقي وهي أمان السد. سد النهضة زي ما قلنا بيعتبر أكبر مشروع مائي في إفريقيا، سد ضخم جدا، ولا قدر الله لو حصل أي مشكلة في البنية التحتية بتاعته زي تصدعات، تشرخات، زي انهيار لا قدر الله، هيكون سبب في فيضان مدمر هيدمر مدن كاملة بالسودان. مشكلة تانية من مشاكل السد وهي تهجير سكان بني شنقول. دي نقطة مهمة جدا. الحكومة الإثيوبية النهاردة بتواجه مشاكل من الداخل، بتواجه صراعات داخلية، قبائل بيتصارعوا، في اللي مع الحكومة وفي اللي ضد. فالنهاردة احنا ممكن نتكلم ونقول إن داخل إثيوبيا في شبه حرب أهلية، وسكان بني شنقول أكيد مش هيبقوا مع الحكومة الإثيوبية طبعا. صراعات كبيرة هتنتج بسبب السد ما بين السودان وإثيوبيا، وممكن تبقى ما بين مصر وإثيوبيا، خصوصا لو السودان طلبت بعودة الإقليم يبقى تحت سيادتها زي ما هي بتطالب في الوقت الحالي. نيجي بقى لمصر. مصر شايفة إن السد تهديد وجودي ليها، وده اللي خلى مصر تبتدي تتحرك تحركات دبلوماسية، وبعد كده تاخد خطوة تانية للتهديد أو تحركات عسكرية. ممكن نوصل لتحركات عسكرية طالما أمن مصر القومي تحت تهديد. مصر ما بتتأخرش. سكوت مصر مش ضعف، سكوت مصر ترتيب وتنسيق وتخطيط وتفكير. اثيوبيا النهارده بتتكلم بشكل غريب، وفي وتيره كده جديده او نبره جديده طلعت ان هي عايزه تبيع الميه لمصر، ونسيت ان في اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دوليه من الاف السنين. اثيوبيا النهارده بتلعب لعبه مش لعبتها. اثيوبيا النهارده في حد زائقها عشان تقول الكلام ده وتبني السد، والمستهدف الاخير هي مصر مش اي حد تاني. السودان قادره تعيش من غير ميه النيل الازرق، لكن مصر ما تقدرش تعيش. فالمستهدف من الموضوع ده هو مصر. سامع سؤال في مخك بيدور وبيقول ايه السيناريوهات القادمه او السيناريوهات المستقبليه للموضوع ده؟ مصر بدات بالاجتماعات الثنائيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين ابي احمد كخطوه اولى دبلوماسيه. لما لقت ان مفيش فايده ابتدت تتحرك على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي دبلوماسيا برضه. ولما مصر هتلاقي مفيش نتيجه من كل الخطوات اللي فاتت، مصر مش بتهدد، مصر بتنفذ وبس. ممكن نشوف مواجهات عسكرية بين البلدين، بس المواجهة العسكرية هتبقى غير عادلة، لأن الهدف معروف والسبب معروف والنتيجة هتكون معروفة وحتمية بالنسبة لمصر. وفي نقطة مهمة جدا، ممكن نشوف صراعات داخلية من سكان إقليم بني شنقول لو تمردهم زاد على الحكومة الإثيوبية ومش هتقدر تسيطر عليهم. دي نقطة مهمة جدا ومصر سايباها، ومصر عارفة هي بتعمل ايه. مصر بتحاوط اثيوبيا خارجيا من على الحدود، لكن مصر عندها دراية بالشعب الاثيوبي وبالاقاليم وبالقبائل الاثيوبية ومين مع وضد الحكومة. مصر مش ساكتة، مصر مش عايزة خيارات عسكرية، مصر مش عايزة حد يموت، بس لما تيجي على مية مصر الامن القومي المائي محدش هيسكت. في النهاية يا صديقي وأصل الحدوتة، إقليم بني شنقول مش مجرد قطعة أرض، ده مفتاح صراع كبير على المية والسلطة في المنطقة الإفريقية وفي القرن الإفريقي. ولو استمر تعاند إثيوبيا هنشوف تطورات وصراعات وخيارات عسكرية وتدخلات جيوش بشكل أوسع في القرن الإفريقي، وهنلاقي تحالفات، خصوصا إن الموضوع وراه أطراف دولية تانية كلنا عارفينها. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.